الكويز هادو ضربة في البنة، والسر كاع يكمل في التتبيله اللي تبلتهم بيها. اذا بغيتوا تعرفوا كيفاش حضرتهم كملوا معايا لا فيديو. وهيا نبداو. في وعاء نحطوا كميه تاع الكويز بعد ما كنت غسلتهم ونقيتهم غايه بالملح والخل. من بعد نبدا ندير كيما هاك ثقوب بالموس. ودرك نجيو للتتبيله تاعنا الشابه، نحطوا توم بودر، توابل الدجاج، شويه زعتر، زيدوا تاني حوالي ملعقه صغيره خل، عندنا ملح حسب الذوق، وملعقه صغيره تاع عسل. نزيدوا شويه زيت ونبداو نخلطوا كل الكميه اللي حطيتها تاع توابل الدجاج باقي نعتنيش. قعدت نزيد، زدت شويه هاك، ومن بعد خلطت كلش. من بعد نبدا نستف فيهم في المول هذا الزجاجي اللي يدخل للفرن. زدت عليهم هذيك العصاره تاع التوابل اللي بقات لي في الوعاء. وللامانه ما كنت زدت لا ماء لا والو. نغطيهم بورق الطهي اللي يكون مشمخ بالماء. من بعد ورق الالومنيوم ندخلهم يطيبوا على فرن يكون مسخن مسبقا. نشعلوا لهم من تحت، نخلوهم يطيبوا غايه، وباينه نتستوهم بالموس باش نعرفوا اذا طابوا ولا مازال. كي يطيبوا نشعلوا لهم من الفوق وندهنوهم بالعصاره هذيك اللي خرجها الدجاج. وبالنسبه للتقديم هنا كنت قدمتهم مع الفخيط اللي كنت قليته. وها هو الطبق تاعنا واجد. نتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، وشاهدكم في الجنه بصحتكم.